مصر كانت في جماعة الإخوان أم أن تحديات أكبر لا زالت تواجه البلاد؟ لا طبعا، بالتأكيد هناك الكثير من التحديات، وعلى رأسها استمرار وجود جماعة الإخوان المسلمين ومن يواليها من تيارات تنتمي إلى ما بات يعرف بالإسلام السياسي. نحن نتحدث عن مكون من مكونات الشعب المصري، وهذا ما يجب أن يتم الاتفاق عليه، أنه لا يجب إقصاء أو تهميش أي مكون، ومن أخطأ فليعاقب قانونيا، ومن ارتكب ذنبا فيجب أن يحاسب عليه. أما مسألة الإقصاء والتهميش هذه يمكن أن تضر كثيرا بتلك المرحلة الانتقالية. مسألة انتهاء الخوف والرعب والوصول إلى الاستقرار، نحن ما زلنا الآن الميادين، هناك ميادين وهناك تحفز من جانب أنصار الإخوان المسلمين وبعض التيارات المتشددة. هناك مطالب يضعونها مثل العقدة في المنشار، وهناك إصرار على ما يسمى بالشرعية الدستورية وضرورة عودة الرئيس المعزول محمد مرسي، ولم يتم حتى الآن التوصل إلى خارطة طريق تحدد كيفية التعامل مع هؤلاء، لأنهم يرفضون رفضا باتا أي تفاوض إلا بعد الوصول إلى مطلبهم الرئيسي، وهو عودة ما يسمونه بالشرعية الدستورية، متغافلين تماما أن هناك رأي للشعب وهناك شرعية للشعب دعمها الجيش ودعمتها المؤسسات الدينية ودعمتها كل القوى السياسية، ومن ثم هناك العديد من المشكلات والعقبات التي ما زالت تعترض تلك المرحلة الانتقالية شديدة الخطورة، وأؤكد على أنها شديدة الخطورة ما زالت حتى الآن. نعم. طب سيادة المستشار أحمد الفضالي، يعني